محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك. تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي. مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه. 5 اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يراجي، لحقوا مولى الدعكة المرة المشهور الدغباجي. الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون. الطفولة متاعها عاش في المنطقة هذه هنا، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب. عاش في عائلة معناها نقولوا احنا ميسورة بتاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز. وهذا الحائط اللي قاعد من عهد محمد الدغباجي موجود، لقينا الأثر هذايا قاعد موجود إلى يومنا هذايا، وعاش فيها المحل هذايا حسب الصورة اللي تراها هذايا عاش فيها محمد الدغباجي، وتولد فيها محمد الدغباجي، وكبر فيها محمد الدغباجي، ووقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته. كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرضخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي، وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي. قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها، فهمتني، كمل العام متاعها وروح، استحقوه الجيش الفرنساوي، فهمتني، رجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية. تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى، واندلاع ثورة الودارنة بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة. كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، فهمت؟ هو في الجيش مع فرنسا، فهمتني، بعثوا له برقية، فهمتني، على أساس وأن عنده قريبة توفى، فهمتني، وكذا جي مدينة الحامة، التقي مع مجموعة من أبناء بن زيد، فهمتني، وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافعوا على تونس، فهمتني، وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي. كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، فهمتني، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش، وخذيه معناها سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه، اللي اتفق معاه. في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي، والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار. نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة، وكان صحبة 5 من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي. وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي. شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته، فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
وبقى معاهم مدة كبيرة، وتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس. وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وقعت له. عيطوا لخليفة بن عسكر لأن باش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو وشنو طلباتكم أنتم في ليبيا. وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس، طبعا بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبلي. في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح. المعركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولوها المغذية، وبلاصة أخرى في الزبرة. ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة نتاع الخمسة هذوما اللي قتلهم، الخمسة هذا اللي قتلهم اللي فيهم القاوري هذا الفرنسيس هذايا المسؤول الكبير اللي جه فهمتني وقتله هو فهمتني معاه 4 آخرين. وقعت بوهدمة سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن صديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920 لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي. قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بن يزيد قاموا بتهريبه، وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة. تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن، وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى. وهنا نظم الشعراء الملزومة المعروفة ال5 اللي لحقوا بالجرة ملك الموتيراجي المشهور الدغباجي. 5 يقصوا في الجرة وملك الموتيراجي ولحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي، قال فزعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاقة، مخزن مطماطة ينجيهم لتراهم بنداقة. وقع عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية فهمتني، إلى حال أنهم وصلوا كل أهالي كل من يحمل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم. وقال أنا يلزمني فهمتي الله نخرج فهمتي الله من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس، والتحق بخليفة بن عسكر والمجاهدين الليبيين. لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه. فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي. القوا القبض عليه خليفة بن عسكر والقوا القبض على محمد الدغباجي وجابوه فهمت الله من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجموا نهربوك ونجموا فهمتي الله معناها تخرج وما تبقاش فهمتي الله في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادر. ليلة اللي باش يعدموه
الحامة تعبت بالجيش الفرنسي بدباباتها ومعسكراتها وقواتها، الكل صبتها في الحامة، اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جو باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهها، قالوا له لا نفذوا أعدامكم وأنا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك؟ اطلب اللي تحب، احنا نجموا نعطوك اللي تحب. قالها من الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمت الله في وسط السوق في الحامة، وعند مرت بوه مرأة صنديدة، وقت اللي طلقوا عليه النار زغرطت، فهمتني ولا زغرطت. بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى. لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.